اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الفرج. اللهم آمين. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة السعادة، البسبوسة، أحلى وصفة. احنا معانا هنا 5 معالق سمنة ونص كيلو سميد. تمام، بس المهم انك تجيبيه من عند عطار كويس عشان ما يكونش لاقط اي طعم او اي ريحة. تمام. وهنقلب هو هننزل عليهم الاول بكوبايه سكر. تمام يا جماعه، وهننزل عليهم بمعلقه بيكنج باودر. لو وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك ومتابعه في القناه، وبعد اذنك اضغطي لايك على الفيديو عشان اللايك بتاعك ده هيعلي لي الفيديو ان شاء الله، ونوصل نبقى عندنا عيله كبيره ونوصل لاكتر عدد لايكات باذن الله. بصوا بقى، هنا احنا هنقلب. تمام، عايزه اقول لكم ان من كتر ما هي حلوه احنا مش بنستخدم اي ان احنا نعجن او كده، انتي بتقلبي بالمعلقه بس، فاهمين؟ يعني انتي بس كل اللي بتعمليه انك بتقلبي بالمعلقه. فعايزه اقول لكم الطريقه دي خطيره خطيره وسهله، مش هتحتاجي انك تعجني، مش هتحتاجي انك تقلبي بايدك. بسبوسه بس هي محتاجه تقليب بالمعلقه بسيط كده، فاهمين؟ انا هنا كل التقليب اللي انا بقلبه ده ان انا بخلي السكر والسمين والسمنه يختلطوا ببعض كويس. تمام، دي اهم حاجه، ان هما يختلطوا ببعض كويس. اتاكد ان كل فرفوته سميد اتغلفت بالسمنه، فاهمين؟ هنا بقى هي معلقه البيكنج باودر، عايزه اقول لكم ان هي معلقه صغيره مش معلقه كبيره، ورشه الملح. تمام، اللي هي بتعزز الحلويات. بصوا بقى، اتفرجوا على الجمال كده. بصوا تحسيها بقت عامله زي حبيبات الرمله، انتي بتعمليها لغايه لما تبقى بصي شبه حبيبات الرمل بالظبط. خلاص كل حته، كل سميته اتغلفت بالسمنه. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى هنعمل مع بعض الشربات بتاع البسبوسه. كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. تمام. اهو الشربات بتاع البسبوسه بيكون مظبوط، لا خفيف قوي ولا تقيل، عشان كده هما كوبايتين عليهم كوبايتين. طبعا كل بيت بيعمل البسبوسه بطريقه، في اللي بيكرملها السكر وفي اللي بيعملها زي ما انا ما بنعملها، هي بتبقى اختلافات، بس انا دي افضل حاجه بالنسبه لي انا، وطعمها بالنسبه لي انا حلو، فاهمين؟ هنا بقى عندنا ايه، كوبايتين زبادي. وعايزه اقول لكم ان الزبادي دلوقتي ما بقاش زي الاول، الزبادي دلوقتي بقى صغير. يعني هي كنت الاول بعملها بزبدايتين بس، هنا انا استخدمت زبدايتين ونص بالظبط علشان تبقى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي. تمام، حجم الزبادي ده صغير. وعايزه اقول لكم احلى حاجه واطعم حاجه ان هي تتعمل بالزبادي البلدي، والله بتبقى خطيره، بتبقى خطيره بالزبادي البلدي. بصوا انا كل ده بقلب بس. هنا بقى ايه، خدت الصدمه بقى ان الزبادي حجمه صغير، مش راضيه تعمل الشكل اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا هنشوفه مع بعض هنا. بصوا اهو هقلبها دلوقتي. بصي اتفرجي بقى، هو ده المنظر اللي احنا عايزين نوصله في الاخر اهو. معلش يا جماعه على صوت الدقدقه دي اهو. بصي بقى اتفرجي، قولوا لي حابين ان انا اعمل لكم وصفات ايه تاني؟ حابه انكم تسيبوا رايكم يا جماعه في الكومنتات، رايكم ده بيشجعني ان انا استمر. ماما. نعم. بس بقى شفتوا شكلها حاضر. هنا بقى الصينيه احنا دهناها سمنه. تمام، انت عايزه تعملي شويه بسبوسه حلوين، يبقى السمنه دي تبقى سمنه فلاحي، ودي بتبقى احسن حاجه واطعم حاجه. تمام اهو. بصي بقى بفردها، لازم تحاولي نسويها على قد ما نقدر بايدينا كده، تكون سوا واحد. دي اهم حاجه يا جماعه، لازم تكون سوا واحد بعينك كده. تحاولي على قد ما تقدري تاكدي انك مسويها سوا واحد. هي تدخل الفرن على درجه حراره حوالي 180. تمام، وتكوني مشغله من تحت بس الاول لغايه لما تتاكدي ان الطروف احمرت. تمام، واول ما تحمر نروح مشغلين الشوايه، بتبقى هي كده خلصت. تمام
دي بس كده اهوت. بصوا انا كل ده برضو بظبطها، لازم عشان زي ما قلت لكم لازم تبقى مسويه، دي اهم حاجه انك تكوني مسوياه. بصوا بقى اتفرجوا على الطعام لما طلعي. بصوا بصوا، واو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. وشرب طول ما هي بتشرب منك الشربات يبقى هي جميله ومظبوطه. طول ما هي بتشرب منك الشربات فهي جميله ومظبوطه. بصوا عايزه اقول لكم ان هي شربت الشربات كله. بصوا بقى على الفيديو العسل ده، اتفرجوا. 1 2 3. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملي مشاركة ومتابعة في القناة. شكرا.